السلام عليكم ومرحبا بكم كيف العادة في قناتكم مطبخ فرح المتنوع مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لليوم غادي نحضر معكم فقاس بالكركاع اللي كيجي لذيذ مقرمش ناجح من اول تجربة ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وندوز معكم مباشرة للمقادير. غادي نحتاجو كأس ونصف سكر كلاصي، غادي نحتاجو كذلك كأس من ماء الزهر، نصف كأس ديال الحليب، نصف كأس ديال الزيت، بيضة، معلقة ديال الملح. غادي نحتاجو كذلك ساشي ديال الزهر وساشي ديال الخميرة من فئة 8 غرام، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. وغادي نحتاجو كذلك نصف كأس ديال الزبدة مذوبة. اما الطريقة فهي سهلة، كنجيبوا واحد القصريه ولا اناء اللي نقدروا نعجنوا فيه ولا عجانه الا كانت عندكم. كنحط جميع السوائل وكنضيف لهم كذلك السكر كلاصي ديك المليحه، البيضه هنايا انا نسيت حتى بديت كنحط الدقيق عاد تفكرتها كانت مضرقه عليا. ونضيفوا هذيك الساشي ديال المنكهه بنكهه الزهر اللي ممكن تستغناو عليها ماشي مشكل. اما الدقيق والخميره راه كنبداو نضيفوهم بالتدريج، يعني بشويه بشويه حتى كتلاحظوا ان العجين ديالكم تجمعات، ما كتكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش كتلصق. انتم معايا حتى تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كتجي. بعد ما جمعت العجين كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنقسموها على جوج ديال الاجزاء ولا جوج كويرات، كنديروها في البلاستيك الغذائي. غير بين ما وجدنا الخليط اللي غادي نلصقوا به الكركاع، ناخذ ساشي ديال النسكافي معها شويه ديال الزهر باش كنحيدوا ديك الزفوره ديال البيض، وكنديروا بيضه كامله وكنطربوا مزيان صافي. وكنجيبوا اول كويره كنحاولوا نبسطوها مزيان بالمدلك، وفي الاول كنحاولوا نعطيوها ديك الفورمه مربعه. كيف كتشوفوا خاصنا نطلقوه مزيان، ماشي بحال الفقاس العادي. كتجينا تقريبا السمك ديالها بحال الصابلي. صافي كيكون هذا هو الشكل اللي بغينا نحصلوا عليه. كنجيب هذاك الخليط اللي وجدت من قبل وكنحاول ندهن الوجه ديال العجين كامل، وكنجيب الكركاع. ضروري تغسلوه وتنشفوه. كتعرفوا كيكون فيه داك شويه ديال التراب ولا كتكون فيه شي شوائب، احسن حاجه انكم تغسلوه وتخليوه ينشف شويه ومن بعد تستعملوه. انا هنايا استعملت بالنسبه للكركاع الا كان مجموع راه كتقسموه على 4، يعني كيجي داك الربيع حدا ربيع. اما الا بغيتو تقتصدوا شويه فراه كتمشيو عند اللي كيبيع كتقولوا ليه يعطينا الكركاع المهرس، كيطلع شويه رخيص في الثمن. المهم انا هنايا ساليت كياخذ شويه الوقت ولكن ماشي مشكل. ستفت الكركاع كامل ضروري تجيكم وحده حدا وحده. وكيف كتلاحظوا راني عاودت بالبانسون عاودت بهذيك الخليط باش نتفادى انه يبدا يطيح الكركاع صافي. وكنلوي على هذا الشكل، كندوز ليه الوجه ديالو بالبيض. والوجه ديال الفقاس ممكن تزينوه باللوز افيلي، كيف ممكن تزينوه بالجنجلان. انا هنايا استعملت الجنجلان حتى هو كيجي مزيان. المهم كيبقى لكم الاختيار وعلى حسب المتوفر في البيت. شاركت معكم جميع الاسرار ديال الفقاس باش ينجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه، حيت حتى طريقه الطياب مهمه بزاف. كندخلوه الفرن بارد حتى كندخلوه عاد كنشعلوا عليه. بالنسبه للمده كياخذ معنا تقريبا ساعه على نار هادئه بزاف، يعني نار مهيله بزاف، كيطيب بحال الشميعه. من بعد ما كيطيب كنخرجوه كنديروه في البلاستيك الغذائي وكنخليوه ليله كامله.
الا طيبناه في الليل كنخليوه حتى الصباح، عاد كنحيدوه من البلاستيك الغذائي وكنقطعوه. انتما كيف غتلاحظوا في التقطاع ما كيضيع منه حتى شي حاجه، كيكون قابض في راسو. التقطاع كيجينا ساهل، غير الموس يكون ماضي مزيان باش ما يعذبكمش. صافي كنساليو الفقاس ديالنا في التقطاع ومن بعد كندخلوه يتحمر في الفرن، تكون الحراره ديالو متوسطه، ما تجهدوش عليه بزاف باش كيجي اللون موحد وكيجي الشكل ديالو مزيان. وهكا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو ونهايه وصفه اليوم. وإلا عجبكم الفقاس ديال اليوم ما تنساوش توصلوه لاعلى نسبه ديال لي لايك، بارطاجيوه مع الاهل والاحباب. الناس اللي عاد التحقوا بالقناه مرحبا بكم، اشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. خليتكم على خير والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.